هل تعلم أنك تتحدث بلغة عمرها أكثر من 7000 عام؟ نعم، حقيقة، أن تتحدث بلغة المصريين القدماء، وليست مجرد لهجة. فاللغات فقط هي التي تعيش آلاف السنين، وليس اللهجات. لقد قام الباحثون بحصر أكثر من 130 ألف كلمة من اللغة المصرية القديمة. وما زال المصريون حتى اليوم يستخدمون هذه الكلمات في أحاديثهم اليومية دون أن يشعروا. كانت هذه اللغة تكتب قبل الميلاد بالخطوط الهيروغليفية والهيراتيقية والديموطيقية، وبعد الميلاد تطورت لتكتب بخليط من الديموطيقية واليونانية، لتعرف لاحقا باسم اللغة القبطية. ومع مرور الزمن أصبحت مفردات تلك اللغة جزءا من اللهجة العامية التي توارثتها الأجيال. وإليك بعض الأمثلة على كلمات نستخدمها حتى اليوم وأصلها مصري قديم. كخت، وتعني القذارة. متمس، أي مدمس، وهو طهو الفول على نار هادئة. رخي، من عبارة يا مطرة رخي، وتعني انزلي. مكحكح، وتعني العجوز الشائب. بعبع، من كلمة بوبو، وهو عفريت خيالي كانوا يستخدمونه لتخويف الأطفال. طنش، وتعني لا يستجيب. خم، أي خدع أو احتال. ياما، تعني كثير. دوشة، هوسة، بمعنى الضجيج. كركر، أي ضحك بشدة. تاتا، تعني المشي بخطوات صغيرة. نونو، تعني طفل. أنبو، تعني الأكل والشرب. تف، نف، تعني البصق ومخاط الأنف. كني ومني، تعني اللبن والعسل، كناية عن الطعام الفاخر. بط، أي سحق أو طحن. ها، تعني نعم أو ماذا. مين، تعني شخص مجهول. سخام، تعني الوسخ. بسبس، نداء القطط، وأصلها بس، إلهة القطط عند المصريين. شبشب، من تشب تشب، تعني صوت المشي. حات، تعني اللحم، وبات، تعني العظم. لآيس، تعني مغرق أو مغمور، ومنها لايس. بسرة، تعني الفول المطبوخ. سهد، ثم صهد، تعني اللهيب. بش، تعني طري أو لين. حاتي، تعني بائع اللحوم. حكوا، تعني حكاية. مرت، تعني ربة البيت، وأصبحت مرات. حبة، تعني القليل. بح، تعني انتهى. برش، تعني بقعة. يد، تعني الولد الشقي، وأصبحت يا ولد. بشبش، تعني تليين الطوب بالماء. شأشأ، تعني طلوع النهار. ترلل، تعني خفيف العقل. فاختر بلغتك، واعتز بهويتك. فأنت لست فقط حفيد الفراعنة، بل تتحدث بلغتهم حتى اليوم.